الزمالك يمرض ولكن لا يموت. الزمالك يعود من بعيد ويدخل المنافسة في دور المجموعات. الفوز على الترجي 3-1 نتيجة كبيرة على فريق كبير تدي الثقة للعيبة نادي الزمالك. النهاردة الإصرار والعزيمة على الفوز هما اللي حققوا ال3 بونت اللي قدر ياخدهم نادي الزمالك قدام الترجي غول أفريقيا. النهاردة شفنا الزمالك في وقفته الدفاعية منظم جدا، ودي مش جديد. أنا لما تابعت مباراة بيراميدز الزمالك كان عنده الحالة الدفاعية كويسة جدا، لكن كان عنده مشكلة ان هو يطلع بالكرة للحاجة الهجومية. دي كانت مشكلة نادي الزمالك قدام بيراميدز، لكن الوقفة الدفاعية والخطوط قريبة من بعض انا شفتها من مباراة بيراميدز واتطبقت النهاردة بشكل كبير. قدر الزمالك ان هو يقفل على مفاتيح الترجي، سواء في انيس البدري او الهوني. قدروا ان هم يقتلوا مفاتيح الترجي تماما. الضغط والبريس العالي اللي كان بيعمله الزمالك في بداية المباراة، الترجي عنده مشكلة في بداية الهجمة من تحت لفوق. شفنا اكتر من مرة الزمالك لما بيضغط على الترجي بتبقى فيه اخطاء في المدافعين، سواء في الباص او لعيبة الزمالك بتضغط وتقدر ان هي تستخلص الكرة. النهارده سيف فاروق جعفر عمل مباراة كبيرة، بس انا عايز الاعلام يخف شوية على سيف فاروق جعفر. ده لسه شاب صغير، ما نحطوش تحت ضغوط ونبدأ ان احنا نتكلم كتير على سيف فاروق جعفر. نخليه مركز مع فرقته، وهو قدم مباراة عالية جدا النهاردة. وانا كنت مستغرب من تغيير يوسف فاروق جعفر، تغييرة غريبة جدا لان كان عامل مباراة كبيرة. سيف الجزيري النهاردة رجع سيف الجزيري اللي احنا نعرفه من الموسم اللي فات. بيستلم، بيعرف يستلم تحت ضغط، الكور العالية بيطلع وبياخدها. احمد السيد زيزو بربع حمولته الفنية هو نجم الشباك، 2 اسيست وضربة جزاء. نادي الزمالك عنده خامات ولعيبة تقدر تعمل كل حاجة. نادي الزمالك لازم بيعود جمهوره ان هو يبدأ من الصفر لغاية لما يوصل 100%. بنحط نفسنا في مواقف صعبة، لكن احنا واثقين في لعيبة نادي الزمالك. عندك مباراة شباب بلوزداد، مباراة صعبة جدا، لازم بإذن الله من غير مقاطعة تجتهد وتعمل اللي عليك، والنتيجة دي بتاعت ربنا. بس لازم انا كجمهور احس ان انت مش مقصر، ان انت موتت نفسك في الملعب، لعبت برجولة وقدرت ان انت تعمل كل حاجة، لكن التوفيق ده في الاول وفي الاخر بتاع ربنا. النهاردة لعيبة نادي الزمالك كلها كانت رجالة. حمزة المسلوسي عامل مباراة عالية جدا جدا جدا، لعيب عنده خبرات، لعيب لما بيركز بيفرق كتير مع نادي الزمالك بالذات في الحتة الدفاعية. دونجا النهارده في الكور المشتركة بيقدر بيستخلص الكورة. النهارده كان في غيرة من لعيبة نادي الزمالك على نادي الزمالك، وقدر ان هو يحقق الفوز. دي المفروض ان انت تستمر في كده. الجمهور دايما بيدعمك، الجمهور دايما في ظهرك. احمد ابو الفتوح عمل مباراة كبيرة جدا. نجاح الزمالك النهارده ان خطوطه كانت قريبة من بعض، ودي اللي كانت مش موجودة في الماتشات اللي فاتت كلها. ما اتظبطتش غير في ماتش بيراميدز. يعني ماتش بيراميدز الزمالك عمل مباراة دفاعية او في الوقفات الدفاعية مباراة كبيرة جدا، لكن كانت عنده مشكلة ازاي يطلع بالكوره ويعمل هجمه. دي كانت مشكله الزمالك قدام بيراميدز. لكن انت لو جيت بصيت على الوقفات الدفاعيه في مباراه بيراميدز، كانت وقفات كله مركز، قافلين كل مفاتيح اللعب على بيراميدز. ما حسيتش بعبد الله السعيد، ما حسيتش بمصطفى فتحي. قدر ان هو يقفل على جميع خطوط بيراميدز في الناحيه الدفاعيه، لكن كان عنده مشكله زي ما قلت ان هو مش عارف يطلع بالكوره
ويبدا ان هو يبني هجمه. كان في من بعد نص الملعب بتحس ان في عشوائيه كبيره جدا في هجوم نادي الزمالك. النهارده قدر ان الزمالك يتخلص من الاخطاء ديت. بنشوف احمد سيد زيزو بقى فاتح الملعب، بيتلعب له اللونج باص، بيبدا ان هو يعمل دريبلينج وكوره او يرقص ويعمل عرضيات. سيف فاروق جعفر لعيب كبير، عنده جراءة، بيعرف يقف على الكورة، بيعرف يرقص، بيلعب باص مظبوط. في مشكلة اللي لازم تتحل، ان الزمالك لازم يكون عنده في نص الملعب لعيب عنده رؤية. انا شايف النهارده رؤى في رقم 6 عمل مباراة كبيرة جدا، من اللعيبة اللي مظلومة ومش واخدة حقها. لعيب مفيد جدا، باصه سليم، بيعمل اللونج باص كويس جدا. اتمنى التوفيق لنادي الزمالك، وان شاء الله يكون حليفه الفوز في مباراة شباب بوليسداد. ما نفكرش بقى في ماتش المريخ او كده، لا خلينا ان شاء الله هنرجع نلعب في الدوري، نركز في مباراة الدوري، ودي هتبقى بروفة جيدة جدا لمباراة شباب بوليسداد. النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله عنده مباراة مع صن داونز. ان شاء الله باذن الله الاهلي يقدر يعمل نتيجة ايجابية. مجموعة الاهلي الهلال 9 بونت، والصن داونز 7، والاهلي 4 بونت. الاهلي ان شاء الله باذن الله يقدر ان هو يعمل مباراة مع صن داونز، حتى لو هيعمل نتيجة التعادل. انا شايف ان نتيجة التعادل ويكسب الماتشين ان شاء الله باذن الله يكون الاهلي صاعد. صن داونز اهم حاجة ما تلعبش معاه كورة مفتوحة. صن داونز انا ممكن اقفل الملعب او احجم المساحة اللي هنلعب فيها، وابدا اقفل كل مفاتيحه الاطراف، لان هم عندهم سرعات كبيرة جدا. اقرب الخطوط بتاعة النادي الاهلي، ممكن العب الكل تحت الكرة. الهجمات المرتده واللونج باص اللي كان بيتعمل في المباراه اللي هنا، قدر النادي الاهلي يستغلها، ان هم عندهم مشكله كبيره ان الطرفين بتوعهم على طول طايرين. فيقدر النادي الاهلي ان هو يلعب كور من ورا باكات صن داونز. دي عندهم بتعمل مشكله كبيره، هم الحته الدفاعيه عندهم فيها مشاكل كتير، يقدر النادي الاهلي ان شاء الله يستغلها. وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي والزمالك يصعدوا، وان شاء الله باذن الله يكملوا في البطوله، وان شاء الله يكون احد الفرقتين هو بطل دوري الابطال. كل التوفيق باذن الله للفرق المصريه، سواء بيراميدز او فيوتشر في الكونفدراليه، لان فيوتشر الموضوع اتصعب عليه شويه، لكن كلنا لازم ندعم الفرق المصريه في مختلف البطولات الافريقيه. وان شاء الله باذن الله الكره المصريه ترجع زي عهد السابق قبل كده، ان احنا اسياد افريقيا. اتمنى لو الفيديو عجبك تدوس لايك وتفعل الجرس وتشترك في القناه. دعمكم ليا هو النجاح.